فين منا كيبدا في واحد المستقبل اللي ما بقى فيه حد مرتاح. الأرض عامرة بالناس، الموارد نادرين، والمياه والماكلة والدواء ولاو بحال الذهب. الحكومات في العالم كامل غرقوا في الأزمات، وتحت الضغط ديال الشعوب خرجوا بقرار خطير بزاف. كل دولة خاصها تنقص عدد السكان ديالها بنسبة 5% كل عام بلا استثناء. ومن بين الدول اللي مشات مع هذا القرار بلا رحمة الولايات المتحدة. ولكن كيفاش غادي يديروا باش ينقصوا السكان؟ ما داروش لا قرعه، لا اختيار عشوائي، لا برنامج تطوعي. داروا واحد النظام اللي كيضرب في العمق. امتحان سنوي موحد للتلاميذ اللي كيجيب نقطة منخفضة كيمشيو به الإعدام. هاد البرنامج سماو ليه رسميا 10 2 4 1، ولكن الشعب سماه تقليل، أو بلا ما نكذبوا على راسنا، تصفية. الكاميرا كدوز على المدارس الميريكان، تلاميذ داخلين خارجين مرعوبين وكأنهم ماشي غاديين للقسم ولكن غاديين للمحكمة. وسط هذا الجو كنمشيو لولاية تكساس، وحده من أكثر الولايات صرامة في التطبيق ديال القانون. وكندخلوا الحياة ديال واحد البنت، لاينا. لاينا تلميذة في ثانوي، عاقلة ومسؤولة، كتقرا مزيان وكتهتم بخوتها الصغار بحال الأم. حياتها ماشي سهلة، خصوصا حيت الأم ديالها مريضة بزاف وكيدخلوا للسبيطار بزاف. لاينا كتسهر بالليل تقرا، وبالنهار كتخدم وكتعاون خوتها. وهاد العام الامتحان جا فوق الراس. قدامها كيجلس سايمون، زميلها وصديقها، ولكن صراحة ما فاهم ولو من الدروس. سايمون حاول، ولكن العقل ديالو ما كيلقطش بسرعة، والضغط كيزيد عليه نهار على نهار. نهار من الايام سايمون كيطيح في واحد النوبة ديال العصبية. لاينا، ما بقى ليا والو الامتحان، وانا غادي نطيح وغادي يقتلوني، ديري ليا شي حل. لاينا كتحاول تهدنو، ولكن كتفهم ان الراجل خايف من الموت ماشي من الامتحان. وفي وسط هاد الضغط سايمون كيعطيها واحد الظرف فيه فلوس بزاف، وكيطلب منها تجيب ليه عدسات لاصقة إلكترونية كتوريه الأجوبة مباشرة في العين. لاينا كتكون مترددة. الغش في هذا النظام ماشي غير غرامة ولا توقيف، الغش كيعني الإعدام. ولكن الحياة كلها ضده، الأم مريضة، الفقر، الصغار، الضغط. وفي الآخر كتوافق وكتجيب لي العدسات بشرط واحد: يبعد عليهم مباشرة بعد الامتحان. في وسط ما كيهضروا على الامتحان تليفون كيصوني. السبيطار. الطبيب كيقول ليها الأم ديالك بغات تخرج دابا، ولكن الحالة ديالها ما كتسمحش. لاينا كتشد خوتها وكتجري السبيطار. في الدخول كتلقى الأم واقعة على ورقة خروج بحال اللي بغات تهرب من الحقيقة. الطبيب كيشد لاينا على جنب وكيقول ليها بالحرف: الحالة ديال امك تزادت سوء، وما كاين حتى علاج غادي ينفع. الفلوس ما غاديش يغيروا والو. هاد الجملة كتضرب لاينا في القلب. الدنيا كتظلم قدامها، واكثر واحد كتحاول تنقدو الام ديالها. ما بقى بيدها ما دير ليه. ولكن الوقت ما كيرحمش. غدا الامتحان، وغدا التصفية. نهار الامتحان لحظة الصدمة، النهار الكبير جا. التلاميذ داخلين للقاعات بحال اللي داخلين لمصيرهم. اللي واثق كيضحك، واللي خايف كيبكي بالصمت، واللي كيغش كيدير فيها بطل ولكن قلبه طايب. سايمون لابس العدسات وكل شي باين ليه في العين. الأجوبة كتطلع بحال شاشة صغيرة قدامه. لاينا كتشوفو وكتسول راسها: هل فعلا هاد الشي اللي خاصنا نديرو باش نبقاو عايشين، ولا هاد النظام اللي خرب حياتنا كاملين؟ الامتحان كيبدا، والكاميرات كتسجل، والحراس كيدورو، واي حركه مشبوهه كتقدر تسالي حياه شي حد. سايمون كيبدا يجاوب بسرعه، كل شي مزيان. ولكن في اللحظه اللي ما كانش في الحساب، واحد الخلل صغير كيوقع في النظام ديال العدسات، وكتبان واحد لوميضه اللي كيشوفها حتى الحارس اللي جنبهم. الحارس كيقرب، لاينا كتشدها الرعده، وسايمون كيحاول يخبي عينيه. ولكن الشك دخل. النظام الفاسد، اللعبة الكبرى. وخا الامتحان كيدوز، الحقيقة اللي كتخبعها الحكومة كتبان شوية بشوية. النظام ماشي مبني على الذكاء ولا الاستحقاق. النظام مبني على الجغرافيا، الطبقة الاجتماعية، الفلوس والسياسة. المدن الغنية دايما نقاطهم طالعة، والمدن الفقيرة دايما كيسقطوا بزاف باش يبقاو محافظين على التوازن السكاني اللي بغاو. يعني اللي غادي يموت
ماشي اللي راسب. اللي غادي يموت هو اللي الدولة باغي تشطب. ولاينا في وسط هاد المصيبة كتكتشف حقائق اللي كتقلب الدماغ. كتكتشف ان بزاف ديال التلاميذ اللي تعدموا ما تعدموش، ولكن داروا عليهم تجارب سرية ومصيرهم اخطر من الموت. النهاية، لحظة الانفجار. من بعد ما كيدوز الامتحان النتائج كتخرج، وفجأة كيبان ان لاينا راسبة. هي لاينا اللي كتعرف تقرا، لاينا اللي نقطها دائما عالية. هنا كيدخل الشك الكبير، وكتكتشف ان الرسوب ديالها ماشي صدفة ولكن انتقام سياسي. باش نختصر عليك هذا الجزء، لاينا كتعرض للترحيل مع المجموعة اللي غادي للإعدام، ولكن كتكتشف السر الخطير: ما كيعدموه حتى واحد، كيجمعوهم وكيديروا عليهم تجارب بحال مجال البحث البشري. الفيلم كيسالي بصدمة. لاينا كتنجي من الموت الحقيقي، ولكن كتلقى راسها في مركز سري وسط ناس المفروض أنهم معدومين. والنظام كيبان على حقيقته، نظام ماشي ديال الإصلاح ولكن ديال تحكم وعبودية مقنعة. شكرا بزاف على المشاهدة، كنتمنى يعجبكم المحتوى. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناة وفعل سبليون ديال الجرس باش يوصلك كل جديد، وبارطاجيه مع أصحابك باش يستافدوا حتى هم.